الطاقات المتجددة رهان مملكة. المغرب عرف مؤخرا تدشين الحقل الخاص للطاقة الشمسية اللي زادت تكريس شهرة المغرب بمصفوفته الشمسية الضخمة والرائدة على مستوى العالم، اللي هي مجرد بداية للعمل الذي يمكن للمغرب القيام به في مجال مكافحة تغير المناخ. كيفاش هذا الحقل الخاص؟ وشنو غتضيف لسياسة المغرب بخصوص الطاقات المتجددة؟ وشنو هاد الطاقات المتجددة؟ وشنو هما المميزات ديالها والأنواع ديالها؟ قبل ما نبداو نجاوبوا على الأسئلة اللي طرحنا، لابد من الإشارة إلى أن المغرب صنع لنفسه اسما كبيرا كدولة رائدة في مجال مكافحة تغير المناخ، وأصبحت الطاقة المتجددة تشكل ما يقارب من خمسي الطاقة الكهربائية في البلاد، وألغي بعض الدعم الذي كان موجها للوقود الأحفوري تدريجيا، كما تنفذ الدولة بعضا من أكبر مشروعات الطاقة النظيفة في العالم. ونتيجة لذلك تلقت البلاد الكثير من الثناء على إجراءاتها اللي كتهدف الحد من انبعاثات الكربون. وعلى الرغم من التحديات اللي كيعرفها المجال الطاقي، كيتمتع المغرب بإمكانيات طبيعية هائلة لإنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية، وقد اتخذ خطوات مهمة لتحقيق ذلك. ويعود العمل الوطني المغربي بشأن مكافحة تغير المناخ إلى منتصف العقد الأول من القرن 21، عندما اتخذت البلاد قراراً بالعمل على أن تصبح دولة رائدة إقليمياً في مجال الطاقة النظيفة، وأن تدفع مشروعات الطاقة المتجددة الضخمة إلى الأمام. وهذا البرنامج الطموح كان خاص حتى القطاع الخاص يساهم فيه، وهذا اللي وقع كيفاش؟ هذا السؤال هو اللي غنعرفوه في اللي جاي. من مساهمة القطاع الخاص في البرنامج الوطني ديال الطاقات المتجددة، كنوجدوا إحدى الشركات الصناعية المختصة في الألياف، واللي هي بلجيكية الجنسية ومختصة في مواد تغليف وتعليب المواد الغذائية. دشنات أول حقل خاص للطاقة الشمسية بالمغرب، واللي كيحتوي على 6800 لوحة كهروضوئية، مساحة تقدر بهكتارين، واللي منتظر ينتج 2700 كيلووات، وغيغطي 22% من احتياجات الشركة الطاقية. وهاد الشركة سبق لها دارت منشآت للاستفادة من الطاقة الريحية، وبغتغطي الشركة 48% من احتياجاتها. أشنو هاد الطاقات المتجددة؟ الطاقات المتجددة Renewable Energies هي نوع من أنواع الطاقة التي تولد أو تستخرج من مصادر طبيعية، مما يعني أنها لا تنفد من الاستهلاك الكبير ودائمة التجدد. تختلف عن مصادر الطاقة غير المتجددة بأنها غير محدودة وصديقة للبيئة ولا تؤثر عليها بتاتا، أو أن تأثيرها بسيط لا يقارن مع تأثير الوقود الأحفوري مثلا. وقد أصبحت مصادر الطاقة المتجددة جزءاً لا يتجزأ من مسؤولية الشركات التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، ويزيد استهلاك هذه الطاقة يوماً بعد يوم. ففي عام 2017 غطت الطاقة المتجددة ما يقارب 8% من كهرباء العالم، وربع هذه الكمية حصلت عليه الصين، والسدس كان بين الولايات المتحدة الأمريكية والهند واليابان. ما هي مميزاتها وأنواعها؟ تهدف الفكرة من استخدام الطاقة المتجددة في الوصول إلى تنمية مستدامة وأكثر نظافة. وللطاقة المتجددة عدة مزايا تعود فوائدها على الإنسان والبيئة، وفيما يلي توضيح لأهم هذه المزايا. متجددة ولا يمكن أن تنفذ، فهي باقية مع بقاء الإنسان على وجه الأرض، فالماء يتدفق باستمرار، والشمس تشرق كل يوم، والرياح الخفيفة لا تتوقف. أما الرياح القوية فهي دائمة في بعض الأماكن، والتي تزود العالم بمصدر طاقة كبير. صديقة للبيئة على عكس الوقود الأحفوري الذي ينتج الكربون، كما أن تكلفة تركيب بعض أنواعها منخفضة نوعا ما، لا تحتاج للصيانة كثيراً، وتكلفة الصيانة فيها مناسبة، فتوليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية باستخدام الألواح الكهروضوئية أقل ثمناً من توليد الغاز. آمنة على الإنسان، فهي غير قابلة للاشتعال، واستخدامها يساعد العالم على التخلص من هذه المواد الخطيرة ودائمة الحاجة للصيانة.
موفرة للمال، فمع التقدم وازدياد كفاءتها وانتشارها بين الناس ستصبح تكاليفها بسيطة، كما أنها تقلل من الفواتير الكهربائية الشهرية. لا تنتج الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون، مما يعني تقليل ظاهرة الاحتباس الحراري وتوقف تفاقمها. فالمواد غير الطبيعية أحدثت ما يعرف بأزمة المناخ، وتحديدا بعد الثورة الصناعية وحرائق الغابات وسرعة ذوبان الجليد. ترفع مستوى اقتصاد البلاد، وذلك لأنها تقلل من استيراد الطاقة من الدول المنتجة أو شراؤها، مما يعني اكتفاء البلاد بالطاقة التي تنتجها ذاتياً. تحافظ على صحة الإنسان نظراً لأنها لا تبعث الغازات الضارة في الغلاف الجوي، مما يعني تقليل نسبة الأمراض المنتشرة بين الناس. توفر وظائف جديدة للباحثين عن العمل، فتركيبها وعمليات صيانتها تحتاج لجهد كبير، مما يعني تقليل مستويات البطالة بين سكان العالم وخلق فرص عمل جديدة. وهالطاقات المتجددة أنواع، منها الطاقات الشمسية سولير إنرجي، هي الطاقة التي تستمد من الشمس، وهذه الطاقة الشمسية كبيرة، إذ أن الطاقة اللي كتوصل الأرض في ساعة واحدة تعد أكبر من الطاقة التي يستهلكها العالم في سنة. وكتنتج الطاقة الشمسية من الشمس باستخدام ألواح شمسية كهروضوئية، إذ كتحتوي هذه الألواح على خلايا كتمتص الحرارة وتحولها لطاقة قابلة للاستهلاك. كما كتمتاز بأنها موثوقة كونها تعتمد على الشمس وتوفر فرص عمل جديدة للشباب، كما أنها غير ملوثة للبيئة، وكتنتج كهرباء تكفي للمكان الذي تركب فيه وأحيانا أكثر. وكاين الطاقة الحيوية بيونيرجي B6، هي طاقة تستمد من أكثر من مصدر من المواد العضوية، تستخدم لإنتاج الوقود والحرارة والكهرباء، وتمتاز بأنها آمنة على البيئة والإنسان ومتجددة باستمرار، وترفع مستوى اقتصاد البلاد. ومن أهم مصادرها نفايات المحاصيل الزراعية، مخلفات الغابات بعد قطع الأشجار، الطحالب الدقيقة، نفايات الأخشاب، وتوالف الأطعمة المهدورة. وأيضا طاقة الرياح ويند إنرجي، هي أكثر أنواع الطاقة انتشارا في الوقت الحاضر، وما زال استخدامها يتزايد نظرا لأن تكاليفها بسيطة نسبيا وفعاليتها كبيرة، وتحديدا في دول العالم اللي كتضم مناطق ذات رياح قوية دائمة. وتستمد هذه الطاقة من خلال تثبيت توربينات كبيرة وعملاقة في مناطق الرياح، ثم تتحرك ريشها مع تحرك الرياح لتنتج طاقة كبيرة كالكهرباء. وبالإضافة لهذه الأنواع كاينين أنواع أخرى، منها المائية والمد والجزر وغيرها. أشنو غتضيف لسياسة المغرب بخصوص الطاقات المتجددة؟ الإضافة هي أن مثل هذه المشاريع غتوفر على المغرب مصاريف كثيرة كيتطلبها استيراد المواد الطاقية الأخرى العادية، وكذلك تمكنه يكون عنده أمن طاقي خاص به ويكون رائد في الطاقات المتجددة. وما تنسوش تشاركوا معنا آراءكم واقتراحاتكم في الكومنتات.